الريكتانجل شيب أو شكل الجسم المستطيل، إيه اللي لازم نلبسه عشان نخلي شكل الجسم أحسن وإيه اللي لازم نتفاداه؟ هاي، أنا ندى your person stylist. شكل الجسم المستطيل سواء رفيع أو مليان دايما بنفهم إنه شكل جسمي لما كنت صغيرة لما كبرت شوية شكل جسمي بيتغير. هو عمر شكل الجسم ما بيتغير أبدا. لو أنا كنت وأنا صغيرة ورفيعة جدا وجسمي مستطيل ده مش معناه إنه لما هكبر لو أنا زدت في الحجم شوية يبقى أنا غيرت الشكل بتاعي. لا، هو شكل الجسم المستطيل إيه الأول؟ هو بيبتدي إنه عندنا منطقة الأكتاف موازية جدا لمنطقة الوسط وعندنا ماشية مع خط مستقيم مع الأرداف، يعني ما عندناش وسط محدد. دي كل المشكلة بتاعت الجسم المستطيل. يبقى نبتدي من الأول من فوق. لو أنا رفيعة يبقى أنا هنا ممكن أحط إيبولات عشان أعرض شوية الكتاف لأنه هعمل توازن وهصغر جدا منطقة الوسط. أنا كل الأشكال اللي أنا عايزة أعملها عايزة أحدد شوية منطقة الوسط بتاعتي. طيب ممكن كمان ألبس بلوزة يكون فيها فولونات شوية وتبقى كروازيه فتبقى مسحوبة على منطقة الوسط فتعمل لي شكل الوسطي. أجي من تحت ألبس واسع شوية علشان أبقى عملت نسبة وتناسب ما بين منطقة الكتف وما بين النص اللي تحت. بس لو أنا مليانة شوية مش هقدر ألبس إيبولات لأنه مش عايزة أعرض زيادة، فأنا هعمل شكل الوسط بتاعي بس بالجاكيت أو بالفيست. بالعكس هلبسه مظبوط جدا على الأكتاف وهبتدي أشوف إزاي أعمل شكل وسطي بالجاكيت أو بالفيست. طبعا لازم نتفادى خالص الأوفر سايز لأن الأوفر سايز عادة من أشكال الهدوم اللي بتضيع خالص أي تجسيمة في الجسم. فأنا دايما هخلي بالي إنه الجاكيت أو الفيست بتاعتي تبقى دايما عندها شوية تجسيمة من الجسم. لما أجي ألبس الجاكيت يفضل إن أنا أختاره زرار أو زرارين بس ملبس الكروازيه، ولو هختار الكروازيه يبقى زرار واحد بس علشان دايما يبقى عندي تفصيلة جسم. كمان لما اختار البنطلون الفلير من أحسن القصات اللي بتليق على جسم الريكتانجل لأن هو بيعمل شوية كيرف عند منطقة الجناب وبعدين بيسحب الرجل وعندنا وسع من تحت، فالوسع اللي من تحت كمان بيعمل تناسق مع منطقة الهونش وبيخلي الشكل مظبوط، بيخلي الجسم فيه كيرف أكتر غير لما ألبس بنطلون ستريت. أتفادى الستريت. أكيد مش هنتكلم في الليكرا، احنا دايما بعاد خالص عن الليكرا ما تناسبش خالص شكل الجسم. الحاجة التانية إن أنا دايما أفكر في الحزام. يعني لو أنا لابسة بنطلون جينز وأنا رفيعة هقدر أدخل الشميز أو التوب بتاعي من جوه، منساش أبدا الحزام بتاعي. برضو ما اتجهش للبنطلون اللي هو لو ويست. الويست الساقط ما يفضلش خالص لأن الويست الساقط بيعرض جدا المنطقة بتاعة الجناب، فده كمان هيبوظ لي شكل الويست اللي أنا عايزة أديه. لو أنا هطلع الشميز من بره أنا كمان ممكن أحط حزام. يعني لو أنا مليانة شوية ومش هدخل التوب من جوه، طب ما أنا ممكن نفس فكرة الحزام أستعملها بس التوب بتاعي أو القميص يكون من بره، وهنا هستخدم الجيب اللي هي هتكون واسعة وتكون فلوي شوية عشان تفرق قوي ما بين منطقة الوسط واللي تحت فيديني شيب حلو ومتقسم. لو أنا هلبس فستان، الفستان ممكن ساعات كتير خصوصا فساتين الصيف اللي هي بتبقى كتان او قطن خفيف ممكن تكون امبريميه. الامبريميه كمان حلو قوي اللي هو اي تشجيره احنا عايزينها طبعا على حسب حجم جسمنا. بكبر الرسمه لو انا رفيعه وبصغر الرسمه لو انا عندي وزن شويه زياده. بيبقى فيه الحزام اللي هو من نفس القماشة بتاعة الفستان بتبقى رفيعة وخفيفة، ممكن قوي ان انا اربط الحزام ده او لو انا هستخدم حزام خارجي. لو انا هختار رسمة مقلم يفضل ان انا اختار المقلم اللي يكون فيه شوية ورب لان الورب بيدي تجسيمة حلوة للجسم وبيسحب عند منطقة الوسط. يبقى دايما نراعي ان انا ملبسه خطوط مستقيمة
سواء في الكتاف، سواء انه الجاكيت بتاعتي تبقى اوفر سايز، او البنطلون بتاعي ما يبقاش ستريت زياده، الجيب بتاعتي تبقى فيها وسع شويه. دايما احاول انه البس الحاجات فيها شويه تجسيمه، حتى لو انا المقاس كبر شويه، بس برضو الجاكيت او الفيست يبقى فيها شويه تجسيمه، عشان انا عايزه ادي خط الوسط وابينه اكتر.